صباح الفل. ما ينفعش يا ست الكل تحط الراجل بينه وبين عياله، بينك وبين عياله. ما ينفعش تظهري عجزه قدام العيال. انت جزء من الحل، مش دورك انك تصدري المشاكل، تجيب المشكلة من هنا توديها له. لا، انت جزء من الحل وجزء كبير كمان. الراجل بيسعى بره البيت وبيجتهد على قد ما يقدر، حسب طاقته وعلى حسب دخله وعلى حسب رزقه في الدنيا. وهو كل واحد فينا ليه رزق، مش كل الناس زي بعض. انت دورك انك تقنعي اولادك بده وتفهميهم ده. هو مش هيبقى فاضي يفهمهم ده، هو بيجري في الدنيا. انت دورك اللي تفهمي ولادك ان باباكوا بيعمل كل اللي عليه وما بيدخرش اي جهد. ولو طال يشتغل 24 ساعة هيشتغل، ولو يطال ما يجيش ياكل ويتغدى ويشرب في البيت ويوفر هيعمل. ولو طال يجيب نجوم السما اليوم هيجيب. اللي هو اغلب الرجاله، أنا مش دعوه بالرجاله اللي هي مقصره في حق نفسها وحق بيتها. طالما انت شايف جوزك كده، دورك انك تقنعي اولادك وتفهميهم وتوقفيهم على رجليهم وتعرفيهم الحجم والحقيقي ليهم على الارض والتحدي اللي قدامهم. مش بالضروره تبقى كل حاجه ميسره ليهم خالص. احنا كلنا طلعنا مفيش حاجه ميسره لينا، بس طلعنا عارفين يعني ايه اب ويعني ايه ام ويعني ايه بنقدر جهدهم وتعبهم. فده دورك، اوعى تتخلي عنه. ما تخليش غيرتك او نفسيتك او زعلك من جوزك او علاقتك المتوترة بيه ينعكس على العيال، فبالتالي تعرضي عليهم كل ما هو سيء يخصه وتظهري عجزه قدامهم. قول له خلاص عندك ابوك اهو، خليه يتصرف. عندك ابوك اهو، روحوا قولوا له عندك ابوك اهو، هو بقى المسؤول. لا، انت جزء من الحل. ده بيت ودي شركة، كل واحد ماسك البيت من ناحية، كل واحد بيحاول يعدي كبوات الحياة بمساعدة التاني. هو لوحده مش هيعرف. فبالتالي انت مطالبة بده، انك تتحملي مسؤولياتك تجاه اولادك وتعرفيهم حجمهم على الارض. مش كل الاسر زي بعض، مش كل الاولاد زي بعض، مش كل الامكانيات زي بعض. لو لقيتي اولادك سقف طموحاتهم وسقف مطالبهم اكبر من امكانياتك وامكانيات جوزك، لا، مش القصة انك تضغطي على جوزك، القصة انك آه تقللي الدرجة دي عند الأولاد، درجة الطموح والتوقع ده، وتعرفيهم بالظبط هم واقفين فين في أنهي نقطة على السكيل. واللي كويس أوي اللي انتوا واقفين في الحتة دي، واللي احنا قادرين نوفر لكم المساحة دي. الباقي ده بقى بتاعكم لما تكبروا، مش بتاعنا. لما كل واحد فيكم بيكبر ويخلص تعليمه يحقق كل اللي هو عايزه، احنا دورنا يقف لغاية هنا، التأمين. إنما التطلعات والأحلام مش دور كل أب وأم. طبعا ربنا رزقك من واسع وعرفت تعمل، ماشي. إنما لو دخلك محدود وإمكانيات محدودة، لا، عرف عيالك كده وعرف عيالك كده، لأن دي مسؤوليتك أنت الأول قبل مسؤوليته. هو مش هيبقى فاضي، هيبقى فاضي بس للجري والسعي على أكل عيشه وعلى رزقه. ربنا يا رب يهدي سركم كلكم. صباحكم زي الفل.